اولا انا بحييك انك فتحت الفيديو ده، ومعنى انك فتحت الفيديو ده انك فعلا عايز تستفيد وشخص محب للعلم والضحك كمان. المهم يا عم الدحيح، انت لازم اديك تنويه بسيط. الفيديو ده هو فيديو معتمد على اللي كان في الحلقه اللي فاتت، فيا ريت تشوف الفيديو اللي هيظهر لك فوق هنا الاول وبعدين تعالى هنا. وما تخافش، محتوى القناه كله عامه بانيميشن وباسلوب سهل، يعني مش لازم تكون باحث مكسر الدنيا عشان تتفرج. المهم لو انت بقى كنت سمعت الحلقه اللي فاتت فاظن ان اللي قدامك ده مش غريب عليك. دي كانت الاسئله اللي سالناها واحنا المفروض بنجاوب عليها مع بعض. خلي بالك السؤال الاول جاوبنا عليه الحلقه اللي فاتت، فيلا بينا نشوف ربنا هيقدرنا ونجاوب على كام واحد النهارده. وتعالى نخش على السؤال التاني، ازاي هنرتب اسامينا في البحث؟ ما هو لما بتيجي تفتح اي بحث بتلاقي الناس مكتوبه ورا بعض، طب بيترتبوا ازاي؟ طيب السؤال ده ليه كذا اجابه، بمعنى في كذا طريقه تقدر تقول بيها والله يا جماعه هنرتب الاسامي بناء على حاجه معينه، بس عندنا معيارين الباحثين بيرتبوا بيهم اساميهم في البحث. اولهم وده الصراحه اريحهم ان هم يمشوها بالترتيب الابجدي، يعني اللي بحرف الايه يكتبوا اسمه الاول وهكذا، طبعا بترتيب الحروف الانجليزي، لان احنا قلنا الحلقه اللي فاتت ان اللغه الانجليزيه هي اللغه المنتشره في مجال الابحاث. في بقى طريقه تانية ان هم يرتبوا اسمائهم على حسب مساهمه كل واحد فيهم في البحث. مش فاهم؟ يعني تعالى نفترض ان في بحث عمله 3 باحثين، احمد ومحمد وعلي. احمد كتب البحث على الوورد وقعد يدور على بيانات وعمل تقريبا معظم الشغل. محمد وعلي بقى كانوا بيراجعوا البحث بس، وساعدوا احمد في الحاجات اللي هي كانت بتقف معاه يعني. ففي الحاله دي يبقى الافضل ان احنا نحط اسم احمد في الاول كنوع من التقدير يعني. ولو استخدمنا النوع ده من الترتيب فهتلاقي ان الاسم الاول هو اكتر باحث عمل شغل في البحث ده، والاسماء اللي في النص دول عملوا دور اقل شويه، واخر اسم خالص ده غالبا بيكون عمل اشراف على عمليه البحث. تمام كده يا باشا، دول اشهر طريقتين في ترتيب الاسماء، يا اما الترتيب الابجدي يا اما بنسبه المشاركه في البحث. طيب انتوا محتارين تختاروا انهي واحد؟ تعال اقول لك معلومه هتفيدك. غالبا، انا بقول غالبا، المجلات الخاصه بعلوم الرياضيات والفيزياء غالبا الباحثين بيستخدموا الترتيب الابجدي، اما المجلات الخاصه بمجال الطب والصيدله وعلوم الميكروبات والحيوانات والحاجات دي فغالبا بيرتبوا حسب مساهمه كل واحد فيهم في البحث. تمام يا باشا، كده السؤال التاني خلص. نخش بقى على البيج بوس بتاع حلقه النهارده، ازاي ارتب البحث بتاعي واعمله بشكل كويس، وهل في حاجات اخلي بالي منها كويس عشان ممكن تخلي البحث يترفض. زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت ان كل مجله ليها الحريه انها تقول لك انا عايز البحث مترتب بالشكل الفلاني، فانت لو ناوي على مجله معينه تنشر فيها بحثك فالمفروض تشوف المعايير والشكل اللي هما بيطلبوه وتعمل زيه. بس خلينا نفترض انك بتعمل بحث ولسه مش عارف هتنشره فين، وده غالبا بيكون الحال، فهنعمل ايه في الزنقه دي؟ تعال اديك السيكريت صوص بتاع النهارده اللي انا مجمعه لك في لفظ واحد، واللي هو IMRAD. دي طريقه تكتب بيها البحث بتاعك. يعني في الاول خالص الاي اللي هو الانترودكشن اللي هي المقدمه، يعني بتكتب زي باراجراف صغير كده بتتكلم فيه عن بحثك وايه الموضوع اللي انت درسته في بحثك او ايه المشكله اللي انت بتحاول تحلها، والبحث بتاعك مهم ليه، وايه الاهداف او الجديد اللي طلعته في البحث بتاعك. ويفضل في المقدمه ما تخشش في تفاصيل الموضوع قوي، وتحاول تخلي الكلام سهل وبسيط وكمان تخليه ممتع وجذاب. بعد ما كتبت المقدمه تقوم رايح عامل الام اللي هي الميثودز، يعني ايه الطريقه اللي استخدمتها عشان تعمل البحث بتاعك، الاجهزه والمعدات، ولو استخدمت بيانات من موقع او مكان معين اكتبه وقول انت جبته منين، ولو في برنامج على الكمبيوتر استخدمته اكتبه برضه. يعني تقدر تقول ان الفقره دي بتكتب فيها اسامي كل العده اللي معاك، قوانين رياضيه بقى استخدمتها، جهاز معين استخدمته، اكتب كله. بعد كده الار اللي هي الريزلتس، بكلمتين كده انت هنا بتكتب انت وصلت لايه في الاخر من غير لك كتير، نتيجه او اختراع او قانون رياضي او اللي عندك بقى. حرف الايه ده بقى بيرمز للاند محطوط شكل كده بس. اخر حرف بقى عندنا هو الدسكشن، يعني المناقشه، ده انت بتشرح فيه النتائج اللي في الريزلتس بشكل اكتر شويه، وكمان ممكن هنا تقارن النتائج بتاعتك بنتائج بحث تاني مثلا لو عايز، وهنا كمان بتقدم اقتراحات من خلال المعلومات اللي وصلت لها. وبرضه لو حاسس ان في حاجه محتاجه حد يعمل عليها شغل اكتبها، وممكن كمان تقول ايه اللي المفروض يتعمل بعد البحث ده، مثلا تقول يا جماعه المفروض حد يكمل من مكان ما انتهى البحث ده. يعني الفقره دي اعتبرها زي حوار مفتوح شويه مع الجمهور. في برضه فقره زياده كتير بيحطوها اللي هي الابستراكت، دي فقره بتعمل فيها ميكس بشكل حلو كده بين المشكله اللي بتحاول تحلها والعده اللي استخدمتها وايه اللي قدرت توصل، حبه كلام خفيف عن البحث كده، ودي غالبا بتكون محطوطه في الاول خالص. واخر حاجه بتحطها في البحث بتاعك هي الريفرنسز، بتحط فيها المصادر الابحاث اللي جبت منها معلومات. يعني لو عايز اقول والله يا جماعه انا استفدت من البحث ده، اكتبه فين؟ اكتبه في الريفرنس. ازاي بقى؟ ببساطه هتروح على موقع جوجل سكولر وتكتب اسم البحث اللي انت عايزه هناك، وهتلاقي تحتيه علامه كده اضغط عليها، ولو المجله محدده حاجه معينه استخدمها، ما كانش يبقى خد الاي بي اي اللي موجود عندك ده لانه اكتر حاجه منتشره في الابحاث، وبعد كده خده اعمل له كوبي وانقله وحطه عندك على برنامج الوورد او اي برنامج انت شغال عليه. طيب يبقى الترتيب النهائي بالشكل ده: 1 الابستراكت، 2 الانترودكشن، وبعدين باقي الحاجات، واهم حاجه اخر حاجه خالص بتكون الريفرنس. طبعا الترتيب ده ممكن يختلف من مجال للتاني،
تانية، بس الفقرات دي لازم تكون عاملها عشان يكون بحث منظم وكويس. اظن بقى جه ميعاد نهايه الفيديو. خلي بالك لسه في حته كمان من السؤال لسه ما اتجاوبتش، ولكن عشان ما تتعبش مني خليها المره الجايه ان شاء الله. فيا ريت عشان توصل لك الفيديوهات اللي جايه اول ما تنزل تعمل اشتراك وتفعل الجرس، ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.